بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا وسهلا بكم في مطبخ احلى الاكلات والحلويات. اليوم جيت ندير معكم وصفه خفيفه ظريفه، ساندويتش الكبده تاع الدجاج. باش نقول لكم ذوق هبال. نروحوا للمقادير مباشره، مع انه يعني ما فيهاش مراحل كثيره. فيها شوي كبده وشوي فريت ولا الصلصه هذيك كيفاش تجي بنينه هكذاك، وانتي مديره ساندويتش هايل. عندي لهنا انا شيت هنايا ب30,000، واقيلا 25,000 مش 30,000. المهم 25 مع 30 ما شفيتش. قليت غسلتها ودرت لها شويه خل وملح، غسلتها مليح، خليتها استقطرت وقطعتها بالطريقه هذه مع شويه قلبه، راني مخلطه بالقلب هنا. من بعد حطيتها، درت حوالي 3 ملاعق تاع زيت وحطيتها تتقلى. من بعد هنا انا كنت مقشره البطاطا ومقطعتها وراح نقليها في الوقت اللي راهي الكبده تاعنا تتقلى. البطاطا راني نقلي فيها. على هذا قلت لكم بلي وصفه اليوم راهي سريعه جدا. هنا نوليو للكبده، هنا نحسوها بلي حمارت باش كي بنينه، هذا شرط، لازم تحماريكم الكبده باش تجي ديك لاصوص تاعها بنينه. من بعد راح نحطوا راس فلفل حار، ودرت حوالي 4 سنات نتاع ثوم مرابيين. كما تعرفوا الحار تاع هذا الوقت مش حار بزاف، يكون تاع الصيف نقدر نقول لك ديري نص راس، بصح الفلفل تاع دوك ما حار ما والو. نزيدو نحطوهم ونحركو مليح، ومن بعد رايحين نديرو لي زيبيس. هنا درت على راس المغرفه الفلفل الاحمر الحار، ودرت الكزبر هكذا، ومن بعد زدت فلفل اسود كذلك على راس المغرفه. نخلطو مليح. الملح ما نديروهش دوكا، الملح نخليوه هو الاخر باش نديروه. من بعد ما زيت تقلى لنا هذيك الفلفل والثوم، راح نزيدو الملح بالطريقه هذه هكذا. نزيدو لهنا ثاني الهريسه، لازم نديروا الهريسه البنات باش تجيكم بنينه، لازم الهريسه يعني ما تجيكمش حاره بزاف مع الكبده، تجي سوا. ومن بعد راح نزيد لها، انا هنا قطعت البصله تاع الذيول البنات، ماشي البصله تاع الحب. شوفوا نقول لكم طلقت واحده البنه. كما نعرفوا بلي بزاف اللي ما يديروش في الصوص تاع الكبده ما يديروش البصله، ولكن صدقوني جربوا الوصفه كيما راني نديرتها لكم ورايحين تدعيوا لي. هنا بعد ما نحطوا هذيك البصل رايحين نزيدوا نخليوها تتقلى. هنا نزيدوا رشه تاع كمون، ضروري الكمون مع الاخر، ونخليوها تتقلى. من بعد ما نحسوها تقليت رايحين نزيدوا لها حوالي فنجان صغير نتاع ماء. اللي درنا هنا باش هذيك العصاره اللي طلقت لنا الكبده تولي عندنا صوص خاطره. هذيك لاصوص هي اللي كنحطوا فيها البطاطا المقليه، هي اللي راح هذيك البطاطا تتشرب لنا هذيك لاصوص كامله، وراح تجيكم بنينه بالبزاف. يعني كاين بزاف اللي يحبوا الكبده، تقدري تاكليها هكذا يعني طيبي المطلوع ولا وتاكليها، وتقدري ديريها يعني كساندويتش كما شفتوه. خلطوا هذيك بعد ما نحطوا البطاطا، نخلطوا. انا هنا كثرت شويه البطاطا على خاطر كما تعرفوا كاين واحد ياكل الكبده وكاين اللي واحد ما ياكلها لكش، سما كثرت باش باللي ما ياكلش الكبده يلقى البطاطا. من بعد رايحين نطفيو عليها النار ونخليوها تبرد، مش تبرد يعني تدفى برك، ورايحين نجيبوا الخبز. انا هنا تلمو كنت مزروبه جبت يعني خبز باكيت، هي اللي حبيتي تقدري طيبي لها المطلوع، كاين مطلوع سبيسيال لي ساندويتش. كاش نهار ان شاء الله راح نشارككم الوصفه. انا هنا درت الهريسه، ومن بعد حطيت هذيك البطاطا والكبده كما راكم تشوفوا. هنا دوكا اختيارين، هنا زدت الكاتشاب وزدت الصوص ساموراي. صوص ساموراي زادت لها ثاني بنه على بنه، وهذه اي اختيار، يا تحبي ما تزيدي لها والو ما تزيدي لها والو.
واذا كانت متوفره عندك تحبي تزيديها زيديها، يعني هذه كما نقولها لكم دائما هذه ترجع ليكم. هنا نقدر نقول لكم بلي ساندويتش خلاص. انا هذا الساندويتش درته في مرحله الامتحانات لولادي، شوفوا ياكلوا ويتمناو مع كاس كوكا، واش نقول لكم ولا اروع. اذا هنا خلاص الفيديو تاعي اليوم، نتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء ودمتم سالمين.